هاي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبسعادة. النهاردة هتكلم معاكم على بعض حاجات ساعدتني في تفتيح تحت العين. انا كنت في فترة في حياتي يعني عندي هالات سودا كتير وكنت بعالجها، ودورت على حاجات كتير في السوق المصري ووصلت لافضل منتج حاليا انا بستخدمه. هوريكم دلوقتي ايه هو، بس صدقوني المنتج ده مش عن اي اعلان او اي حاجة، ده عن استخدام شخصي، حاجة انا استخدمتها وجربتها وبنات كتير طلبت مني. واكيد خدتوا بالكم ان انا قعدت فترة مختفية لان انا كنت بجربه على بشرتي، عشان انا فعلا كنت لاحظت في بداية هالات سودا عندي، ولما جربته جيت اقول لكم عليه. لكن حقيقي صدقوني مش دعاية، لان انا فعلا انا ما بعملش دعاية لاي حد. المنتج ده هو اليجون اهو، اللي هو اي كونتور. طب ليه انا اخترت ده بالذات؟ بصوا، انا دورت على مجموعة سيرامات وكريمات للعناية بمحيط العين او حوالين العين. قعدت اسال ايه الافضل، قالوا لي دايما لما تجيبي اي كريم للمنطقه دي لازم تجيبيه يكون فيه كولاجين، ويكون الكولاجين ده بحري. قعدت ادور بقى على النت كتير، وقعدت اسمع فيديوهات كتير على تيك توك وعلى الفيسبوك، واقرا على جوجل كتير. طب ايه المفروض الكولاجين؟ عشان الكولاجين نستفيد منه ليه 3 صفات: لازم يكون هيدرولايزد، ولازم يكون يعني بيبتايد او هيدرولايز، ولازم يكون مارين كولاجين او يكون كولاجين بحري، ولازم يكون متكسر، يعني يكون مش الصيغه اللي هي الكبيره اللي موجوده في الكولاجين البقري اللي هو زي الجيلاتين والحاجات دي، جسمنا مش هيقبلها ولا هيستفيد بيها. فانا دورت لغايه ما لقيت اليجون ده تحفه. بصوا مكتوب عليه اهو ان هو فور دارك سيركلز والبافينس والرينكلز، يعني للهالات السوداء والانتفاخات، البافينس والرينكلز اللي هي التجاعيد. طيب انا لقيت فيه ايه؟ لقيت فيه اول حاجه بيبتايد كومبلكس اهي، بيبتايد كومبلكس مارين كولاجين وكافيين. انا بالنسبه لي محتاجه الكافيين ليه؟ اللي هو اي انتاج حاجات فيها كافيين عشان تنشط لي الدوره الدمويه، ده رقم واحد. انا مش حاطه اي كونسيلر على فكره، يعني انا كده مجرد بس كنت حاطه كحل وقلم ابيض بس كده بس. تاني حاجة أنا محتاجة المارين كولاجين علشان بشرتي تبدأ تمتصه، والمنطقة دي تبدأ تتنشط عندي، وأي هالات سودة هتختفي لما يبقى فيه دورة دموية شغالة. طيب أنا لما لقيت اليجون أنا جربته، أنا بالظبط بقالي شهر بستعمله. هوريكم العبوة من جوه، أنا بقالي شهر بالظبط بستعمله اهو. بصوا الجزء اللي تحت ده بس اللي خلص، هي بتبقى كده من فوق اهي كده، بتحطي بامب صغيره هنا وهنا، وبتعملي مساج كده كده كده، مساج رايح جاي، يا اما تعملي دوران. عايزه اقول لكم خطير ده بجد. يعني لو رجعتوا للفيديوهات اللي قبل كده، انا لما بعمل ترشيحات مش نتيجه اي اعلانات، عن تجربه شخصيه. شركه اليجون ما تعرفنيش اصلا، حقيقي ما تعرفنيش ولا انا اعرفهم، انا مجرد عن تجربه جربته طلع لطيف وجميل. وفي حاجه كمان انا جربتها وبصراحه انبهرت بنتيجتها، على الرغم ان سعرها كان عبيط جدا. يعني اليجون تقريبا في رينج ال 200. دي بقى اسمها الترا فير اي كونتور، دي بقى خطيره. دي كلها منتجات طبيعيه، فيها فيتامين اي، وفيها العرقسوس. انا شايفه ان كل منتجاته يعني مكوناته طبيعيه، اسمه كده. ده انا بصراحه كنت جايباه كان ب150، نزل عليه اوفر تقريبا ب50 حاجه كده بس. وهم حقيقي من الحاجات برضو اللي فرقت عندي جدا جدا جدا. انا عندي كانت خطوط رفنعه هنا كبدايه تجاعيد، وكمان كان عندي هالات سودا. الابليكيتر بتاعته خطيره، ابليكيتر كده بصوا بتعملي بيها مساج حوالين العين، خطيره. انا بصراحه بحط دي الاول، يعني بغسل وشي طبعا كويس جدا، وبعد كده بستخدم دي في البدايه، وبعمل كده بيها خفيف خالص. هي نقطه، هي بتقعد جدا، يعني على الرغم ان هي 15 مللي وصغيره بس بتقعد جدا.
وبحط بعديها اليجون. كنت بصراحه مكثفه اهتمامي شويه بمنطقه حوالين العين، علشان كنت لقيت الهالات زادت عندي جدا، وفي فتره كده كنت مهمله فيها شويه. فطبعا بتلاقي المنطقه دي عندك، خصوصا لما بنعدي الثلاثينات وال35، بتلاقي المناطق دي محتاجه اهتمام زياده. فصدقوني عن تجربه، انا ترشيح شخصي، حاجه انا عملتها وبقول لكم عليها. اليجون بجد يعني حاليا من افضل السيرامات في السوق المصري لمنطقه حوالين العين. بس ما تستنيش نتيجه على طول، ممكن من يومين من اسبوعين ل3 عشان تلاقي نتيجه. وارجعوا للترشيحات للسيرم ريتينول اللي قلت لكم عليه، وترشيحات الماسكات اللي انا بستخدمها للبشره، وارجعوا كمان للسيرم بتاع الهيالورونيك اللي انا عملته في البيت معاكم من A to Z. كمان صح، قبل ما نخلص الفيديو عايزه ارشح لكم حاجه انا لسه مجرباها. انا معرفش هو دي حاجه جديده ولا بقاله كتير في السوق المصري. جلو ان لافلي اللي معزز بالسيرم. بنات البتاع ده وهم حقيقي، وهم بيديكي اشراقه كده وكانك حاطه فاونديشن. لا مش طبيعي. انا من اول مره او تاني مره استخدام ليه، انا لقيت كل الناس بتقولي وشك منور. ده بجد يعني بيدي اشراقه فعلا مش طبيعيه. انا بعاني اصلا من اكسده البشره، كل ما انزل في شمس او حاجه، او من غير ما انزل في شمس انزل الاقي اكسده، ده بوشي اغماء درجتين 3. خطير. الحجم ده الكبير كنت جايباه ب55، في حجم اصغر منه ب30 او ب35. رهيب. بس لما تيجوا تستخدموا جلو ان لافلي ده، يا ريت وانتوا بتستخدموه تحاولوا تحطوا قبليه كريم. يعني بحس انه لوحده بينشف البشره، فانا بحط طبقه كريم او اي مرطب وبحطه فوقيه. فانا كده يعني عملت لكم ترشيحات لحاجات انا بستعملها رخيصه بس حلوه. يعني ممكن اكمل معاكم السلسله دي اللي هي ترشيحات لافضل منتجات بستخدمها، وتكون اسعارها في متناول الجميع، وفي نفس الوقت تكون يعني لذيذه وافكتيف معايا. انا كنت جايبه اللي هو الكريم ده من بصراحه يعني من فتح الله. معرفش بقى لو موجود متوفر في صيدليات او حاجه. ده انا كنت لاقيه في فتح الله، ولما جبت واحد تاني لان انا لقيته رهيب بصراحه معايا. فده كان سعره زي ما قلت لكم 50 او 55 حاجه كده، وده برضو كان سعره 55. والاليجون ده انا كنت جايباه تقريبا انا بحاول ابص لكم بس على العلبه كان سعره كام. انا فاكره ان هو كان تقريبا ب180 حاجه كده يعني. طبعا احنا عارفين سيرامات العين وبعدين كبير. بصوا انا بقالي تقريبا شهر بستخدمه، وبستخدمه الصبح وبالليل، وهي بس حته صغيره اللي خلصت تحت دي. بصوا اهي الحته اللي تحت دي بس هي اللي خلصت. يعني اعتقد ان ده ممكن يقعد شهور، ممكن يقعد اقل حاجه 6 شهور. فعلى سعره ده، وانه في المارين بيبتايد كولاجين، دي حاجه وهم. يعني دي في السيرامات الغاليه ام 1000 ونص و2000 جنيه. يا رب يكون ترشيحاتي عجبتكم، ويا رب تكون المنتجات وعرفت اوصل معلومات عنها بشكل كويس. باي باي، وان شاء الله هشوفكم قريب في ترشيحات جديده وحاجات منتجات جديده اكون جربتها واقول لكم عليها بكل امانه. باي باي، اشوفكم في فيديو جديد.